ساندوتش كده وجبة كاملة متكاملة كده، وفي حتة تانية في المطاعم بيتباع غالي، وكمان ما بيتباعش بالكمية اللي انا عاملاها دي. طبعا العيش ده انا اللي عاملاه في البيت، وهبقى اسيب لكم اللينك بتاعه عشان انا نزلته معاكم على القناة قبل كده. عيش شامي عادي خالص، جبنة رومي على فكرة دي اقل من تمن، يعني انا اجيب التمن وبعمل بيه بقى ايه شغل، فدول اقل من تمن، دول حوالي مثلا 60-70 جرام. قطعتهم كده شرايح رفيعة زي ما انتم شايفين، قطة وخيار وكابوتشا وبطاطس محمرة، بس مش اكتر من كده. هنجيب الساندوتش بتاعنا، بصوا العيش بتاعي عامل ازاي، ما شاء الله بجد يعني عيش يتاكل حاف اصلا. هنجيب الساندوتش بتاعنا وهنفتحه كده عادي. انا بحب اشتغل بايدي، ما بحبش اشتغل بالمعلقه وبالكلام ده كله، وابتدي ادخل شويه بطاطس على شويه من الجبنه الرومي. البطاطس دي متحمره عادي ومحطوط عليها رشه ملح خفيفه، عشان الجبنه الرومي اوريدي فيها طعم الحدوقيه كده، فما بنكترش. وبعد كده ابتدي اخد شويه من السلطه بتاعتنا، طماطم خيار وكابوتشا، وكمان هحط شويه بطاطس تاني، واعيد نفس الموضوع تاني كده درجه تانية. طبعا بره بيعملوها هي طبقه واحده كده، شويه بطاطس يتحطوا وشويه سلطه، وبعد كده رشه ايه الجبنه الرومي فوق الوش فقط لا غير. لكن احنا طبعا في البيت بنعملها لينا احنا، الساندوتش ناكله كده محترم عليه القيمه، تغيير من الاكل. وعلى فكره يعني برضه في التكلفه مش هتلاقوها كتير، يعني انا بقول لكم تمن جبنه رومي هوريكم منه افكار. بصوا الساندوتش مليان ازاي. عايزين بقى تحطوا شويه مايونيز على كاتشب، عايزين تاكلوه كده شويه طحينه، انا عن نفسي بحبه بس كده. وبالهنا والشفا، اشوفكم في فيديو تاني، سلام عليكم.